FM. مرحبا بكم من جديد في عدد من عليسا ايكو، باش نحكوا على موضوع مهم جدا في الحقيقة. في الكواليس استمتعت، ربما تجاوزنا شوية الوقت انطلاق الحصة، باش نحكوا على التكوين المستمر في علاقة بالمؤسسات، نبسطوا ربما الآليات اللي قدمها هذا المرفق المهم جدا. سعداء جدا حاضر معنا سي سامي الخلفلي، رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر ومدير معهد الطرق العليا للشغل بجابس. سامي، شكرا لك لقبول دعوتنا. محمود، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي عليسا FM. شكرا لك صديق البرنامج، صديق الإذاعة في الحقيقة. ونشوفوا زاد يبدو المبادرة جت من كوناكت، رئيس كوناكت سي صادق ثابت أيضا يشرفنا بالحضور. مرحبا بك سي صادق. هاشك اسم محمود، شرف لي ومرحبا بكل المستمعين. شكرا لكم. خلينا نحكوا على اليوم امس، ونتفاعلت في الحقيقه كم كبير من المعطيات والمعلومات سي صادق. كيفاش وانتم يبدو ان ثم شراكه مع الوحده الجهويه للتكوين المستمر؟ الخدمه هذه برسك بدات عندها عامين. جينا نشوفوا في معناتها كل مره نشدوا قطاع، احنا نشدوا عن سيكتور نشوف القطاع هذاك شنو المشكله نتاعو. لقينا انا فما مشكله في القطاع نتاع لي سونتر دو فورماسيون نتاع التكوين المهني. انا عندنا اكثر من 101 سونتر دو فورماسيون، ولكن عندنا مشكله في الخدمه، مش قاعدين نتمتعوا بالخدمه اللازمه. دونك اتصلنا بسي سامي ومشكور ومع جماعه داتك الاداره العامه، وجو عملنا السيكتور هذاك، وعملنا دي فورماسيون سور ميزور باش نقولوا عندنا دي سونتر دو فورماسيون يخدموا على لي زوتي لي زافونتاج نتاع لي ديسبوزيتيف دو فورماسيون كونتينيو. دونك عملنا التكوين بدايه في جانفي 2020. بليزيور موديول، من التشخيص نتاع المؤسسه للباتيك كيفاش تعمل لها البلان نتاعها، بلان فورماسيون، للاكسيون بروبرمون ديت، لليفاليوسيون الى اخره. وهنا جينا نشوف في جانب اخر انهم مؤسسات مش قاعده تمشي للفورماسيون هذه، رغم هي فورماسيون كما تعرف سي محمود هذه سوبونسيوني من ليتا، معناتها الدوله تعاون في الفورماسيون هذيك. يعني عندنا فلوس في عوض نعطوها في القباضه، نخلصوا عليها في القباضه، نستنفعوا بها، دونك في عوض نخلصها في القباضه نمشي نحطها في الفورماسيون. دونك هذه للاسف معناتها المؤسسات عندنا معناتها 18000 واش مؤسسه في جابس، انا تنجم نقول ما حدد قليل، ما اقل من 50 يمكن، مش عارف سامي عندنا العدد، حكايه فارغه. معناتها المؤسسات هما قاعدين يستعملوا في الاليات هذه. دونك هكذاش عملنا اون فورماسيون، وبعديك عملنا اون سيسيون دو ويبينار اللي عملناها امس، ودي ميلينغ زاد سبق دي ميلينغ للمؤسسات هذول. نحبوا نوعوا المؤسسات ان عندكم راه فما حق اللي هو قاعد ضايع عليكم، حاولوا تستنفعوا منه. ومشكور سي سامي بصراحه والاداره نتاعهم، معناتها اللي هما لقينا منهم كل الدعم للحكايه هذه، للتحسيس السنسيبيليزاسيون تاع المؤسسات هذه. وماذا بين المؤسسات اللي تتلفت وتعرف ان هي فلوسها ماشيه ضايعه، ماذا بين معناتها كما يقولوا المثل الشعبي، الماء ماشي السدره زيتنا ولا واضح. واكيد سي سامي يعطينا تشخيص، نبدو بالتشخيص المؤسسات، العدد نتاعهم، الخارطه كلها نتاع المؤسسات، ومدى انخراطهم في ربما هذا المكسب. خلينا نقول لنا بقينا تقريبا ربع ساعة، ولكن كم كبير من المعطيات والمعلومات نجم أكيد، وخاصة نحن في ظرف استثنائي، يساعد المؤسسات للخروج من الوضع متاعها. سي بارك الله فيك سي محمود، مشكور سي صادق، يعطيك الصحة. بارك الله فيكم على ليسا FM، على البادرة هذه، وعلى تفكيركم معناتها في طرح عندها أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاصة وحتى العمومية. نشوفوا كيفاش. الحقيقة قبل ما نجاوبك سي محمود، نحب نعمل تقديم صغير معناتها للإدارة متاعنا. دونك احنا نتبعوا المركز الوطني للتكوين المستمر والطرق المهنية. هو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وقع التأسيس 17 فبراير 93. بالمناسبة دونك ما زلنا كي احتفلنا بمرور 28 عام على تأسيس مركز وطني للتكوين المستمر. بالمناسبة هذه تحية لزملائي الكل، معناتها سواء في الوحدة الجهوية جابس ولا في تونس الكل. المؤسسات الفرعية عندنا 24 وحدة جهوية في تونس الكل، دونك في كل جهة فما وحدة جهوية، وعندنا فقط 7 معاهد ترقية عليا للشغل بجابس. ومن الحظ نتاع جابس ان فيها معهد ترقية عليا للشغل، دونك في تونس الكل فما 7 معاهد برك تكوردو. المهام تاعنا الرئيسية هو الإحاطة والمساندة لفئة المؤسسات الاقتصادية في مجالات تنمية ثقافة التكوين المستمر لدى الأفراد والمؤسسات، التصرف في آليات تمويل التكوين المستمر وحتى نحكوا عليهم تباعا معناتها بتفاصيل أكثر، التكوين من أجل الترقية المهنية، هذه المهمة الرئيسية بتاع معهد الترقية العليا للشغل بجابس، وتطوير الشراكة مع المنظمات والجماعات المهنية في مجال التكوين المستمر.
الخدمات نتاعنا هي اللي حاطة التقنية والمنهجية في تشخيص الحاجيات التكوينية وإعداد المخططات التكوينية وتقييمها. تكوين مختلف المتدخلين في مجال التكوين مستمر من مؤطرين ومسؤولي تكوين مكونين بالمؤسسات، وتنظيم دورات تكوينية لفئات الشغالين مفضية إلى شهادات بنمط التكوين عن بعد أو عبر الدروس المسائية في إطار اتفاقيات مع مؤسسات تعليم عالي ومراكز تكوين مهني. دونك جوست الحقيقة تفاعل صغير مع الكلام اللي كان يحكي فيه سي صادق على عدد المؤسسات سود سويت. سي صادق عطانا على العدد بتاع المؤسسات بصفة جملية، دونك لي نومبر دو باتونت لي كارت ديدونتيتي فيسكال في جاب السيفري هو 18,000. تبقى راهو فما رقم نحب نأكد عليه، اللي عندنا أقل من 2% من العدد هذايا يشغلوا أكثر من 10 أشخاص. دونك بالنسبة للمؤشرات بتاع الوحدة الجهوية جابس، الحقيقة ما هيش مؤشرات كبيرة بالنظر إلى عدد المؤسسات اللي هم إليجيبل كسوا لأي أوتي دو فينانسمون، اللي هم فوق ال 120 مؤسسة أبري 120 مؤسسة ينتفعوا منهم 30 برك بالآليات نتاع التمويل، كسوا على منظومة التسبقة على الأداء ولا منظومة حقوق السحب فردي. داكوردو. بالنسبة للآليات نتاع التمويل كما كنت نحكي توا، فما دو زوتي دو فينانسمون وضعتهم الدولة على ذمة المؤسسات. الآلية الأولى هي آلية التسبقة على الأداء، دونك معنية بها المؤسسات العمومية والخاصة. أي مؤسسة تخلص في الأداء على التكوين المهني اللي هو تي اف بي تاكسور لا فورماسيون بروفيسيونيل دينار في عام، معناتها تفوت 1000 دينار تي اف بي دو لاني دو نتاع العام كامل، عندها الحق تتمتع حتى في حدود 60% من المونطون بتاع تي اف بي دو. دونك مبلغ التسبقة هو لا يتجاوز 60% من قيمة الأداء على التكوين المهني السنوي بعنوان السنة السابقة. هذه الكونديسيون ديليجيبيليتي. بالنسبة للدرواتيراج اللي هو حقوق السحب فردي، يتمتعوا به 5 صح التعبير أنواع بتاع مؤسسات. المؤسسات الأولين هم اللي ما انخرطوش في آلية التسبق على الأداء، ما عملوش في انخراط في آلية التسبق على الأداء، دونك يحق لهم يتعدوا مباشرة آلية حقوق السحب واللي هو تمويل مباشر من عند الدولة. المؤسسات الأخرين هم اللي انخرطوا في منظومة التسبقة على الأداء وكملوا استهلاك التسبقة وأودعوا الموازنة البيداغوجية والمالية متاعهم وما يحبوا يزيدوا يتمتعوا أكثر بتكوين، دونك عندهم الحق يتعدوا الدرواتيراج. المؤسسات الأخرين هم المؤسسات الغير خاضعين للتاكسور لا فورماسيون بروفيسيونيل، والأخرين هم المعفيين، المؤسسات المعفية من خلاص الأداء هذي. دونك لا كونديسيون ديليجيبيليتي بالنسبة للدرواتيراج حقوق السحب هي سي لا بارتيسيباسيون دو لونتربريز اون فورماسيون انيسيال او تيتر دو لاني. اش معناها الكلام هذا؟ معناها على قد ما تساهم المؤسسه في التكوين الاساسي بعنوان السنه السابقه، على قد ما يكون عندها حظوظ في السنه هذه باش تتمول عن طريق حقوق السحب فردي. التكوين الاساسي بالطبيعه هو التدريب المهني، التكوين بالتداول، والتربصات التطبيقيه الاجباريه. دونك توسكي اي ستاجير يجينا من عند مؤسسه بتاع تعليم عالي، وهذا سؤال الحقيقه يتسال حتى في الشارع، يقول شنو هي لافونتاج بالنسبه للونتربريز انها باش تقبل ستاجير في وسط المؤسسه بتاعها. دونك لافونتاج هو لافونتاج انها تتمتع بتمويل في برامجها التكوينيه. هذا هو واضح. بالنسبه للمؤسسات الصغيره مش عارف كان فهمتني الصغيره، واحنا قلنا معناها اي انسان عنده باتين ده راهو يعتبر من المؤسسات، عندهم حظوظ في التكوين. بالطبيعه. بارك الله فيك سي محمود، فكرتني يعطيك الصحه. دونك المؤسسات الصغيره تتنجم تتمتع بالبرامج الجماعيه، هو حقوق السحب جماعي. بكري حكينا على الانديفيدويال حقوق السحب فردي، توا باش نحكوا على حقوق السحب جماعي، واللي قلنا يتخدموا بارتناريا مع لي زانستونس ريبريزونتاتيف الهياكل المهنيه بصفه عامه. داكوردو. بالطبيعه فما اجراءات يقوموا بها الهياكل المهنيه، فما لجنه جهويه موسعه تصير في اول كل عام، تصير دايور ان شاء الله لو 2 فبراير باش تصير اللجنه الجهويه الموسعه. دونك يجونا الاخيان 2 مارس لو 2 مارس لو 2 مارس سامحني. دونك اللجنه الجهويه موسعه هي اللي تنظر في البرامج من حيث الاولويه، من حيث القدره التشغيليه، من حيث القيمه المضافه، وتحدد البرامج حسب الاولويات، وينجموا يتمولوا مع القطاعات وحتى المؤسسات الصغيره، الحرفيين، المؤسسات الصغيره بصفه عامه اللي هم منضوين تحت الهياكل المهنيه هذه، كيف ما كونكت، كيف ما لوتيكا، كيف ما الشومبر دو كوميرس، كيف ما العمادات بانواعهم، كيف ما اتحاد الفلاحين. ولا هذا هو منظمات الكل. سي صادق، معناها الثقافه هذه موجوده، وانت اكيد معناها تعرف اكثر واحد المؤسسات عندهم الثقافه هذه، يمنوا بها منتشره ربما في فضاء المؤسسه.
عندنا زوز نوع تاع مؤسسات في جبس، زوز نوع وسي لو بارادوكس كيما حكينا بكري، البارادوكس توتال. تلقى مؤسسه اللي هي معناتها بالحق الطياره وفاهمه الدنيا كله وتتبع السويفي نتاع الفورماسيون، وهي تعمل انفستيسمون معناتها تحط فلوس باش تسترجع معناتها برودكتيفيتي خير، معناتها انتاجيه خير، باش الكليما نتاع السوسيال يكون خير، معناتها على اساس تعرف ساعات فما هكا دي فورماسيون في جيستيون ستريس. دونك كي تعمل انت العامل نتاعك فورماسيون على جيستيون ستريس يتحكم في اعصابك اكثر. في الكوميونيكاسيون معناتها كيف واحد يكون ان كليون يحكي مع كليون ولا حاجه، يعرف كيفاش يحكي معاه، يعرف كيفاش يحكي مع فورنيسور. وفما تو سكي نقول الحين برودكتيفيتي، تو سكي تكنيك، كل شيء. دونك يما برودكتيفيتي كيفاش ننتج اكثر، ولا كيفاش نخسر اقل ديشي ولا حاجه في البرودكسيون. ولا كما كان يحكي مكري السامي في الكوليس، كيفاش مثلا شوفور مثلا نتاع كاميون مثلا كيفاش الكوندكتيف ما كيولي يعرف في سياقه معينه، يربح في الكربيرون، يربح في الامورتسمون نتاع الكهرباء الى اخره. هذه الشركه نوعيه نتاع شركه اللي هي فاهم الفورماسيون. وفما شركه اخرى اللي هي ما تعمل حتى اعتبار الفورماسيون، ترى ان هي خسرت فلوس وكاينه هي وقت ضايع، وكاينه عامل باش يمشي للوتي اللي ضيع وقته، وكاينه معناها اللي هي سي لا ديفالوريزاسيون، معناتها مش عاطين قيمه للسيرفيس الخدمات. هذه عقليه في سيده في تونس وخاصه في جابس، انه لو سيرفيس معناتها لي با فالوريزي، ما عندوش قيمه للسيرفيس الخدمات. ساعات تعمل الخدمه يقول لك اش عملت انت؟ ما عملت شيء. انفورماسيون راه كان نحسبوها كما كنا نحكم بكري، فما روتور سور انفستيسمون، مش حط 5000 دينار في فورماسيون، يلزم اخر العام ولا بعد عامين قداش ربحتني الفورماسيون دي؟ ربحتني مثلا ما عادش عندي بزايد ديشي، ما عندي برودكتيفيتي ما خير، ما عادش عندي خدامه اللي هي تتحرك في بعضها، لو كليما متفرهد. دونك هذا ولا دونك هذا شنو الفورماسيون، شنو الهدف نتاعها؟ في جابس عندنا زوز، عندنا شركه هكا وعندنا شركه هكا، وفي الوسط ما ردش شركه في الوسط هي هيك يفريمون تبني الفورماسيون وتحط له باكي وتبعث الخدمه نتاعها باش هو يتكون خير. خاطر اليوم العامل خدم تفرما في حاجه، اكيد باش يولي يكون برودكتيف خير، باش يولي يعطي انتاجيه خير. وتنساش ان احنا اليوم عندنا لو شونجمون لي رابيد، معناها التغيير ولا سريع ياسر. قبل نحكوا في الثمانينات والتسعينات و2000 ما تغير المؤسسه ولا تغير المرشي، يتغير كان بعد فتره. تو معناتها المرشي يتغير في نجم نقول شبه يوميا. اليوم راهو نحكوا على بعد خاصه بعد كوفيد 19 بعد كورونا فيروس، معناها ولت برشا حوايج اون ليني، ولت برشا حوايج معناتها ا ديستانس، معناتها تبدل حتى النمط نتاع الشركات، البزنس موديل قاعد يتبدل، والشركات مازال مش فايقين. الشركات مازال يقول لك انا نخدم كيما قبل، كي تخدم كيما قبل راح تندثر. راهو الارقام اللي نتاع الشركات اللي سكرت في 2020 ارقام كبيره، واللي باش تسكر في 2021 ربي يسترهم زاد. اللي كان ما يفهم تصير دي فورماسيون ويتاقلموا، راهي الشركه هذه راهي في خطر، راهي بالحق السيرين تاع الارم، راهي انذار احمر. راهو ردوا بالكم، راهو الا كان ما تعملش دي شونجمون وتفرمي الخدامه نتاعك وتتفرمى انت في لي زوتي جديده وفي التكنولوجيات الجديده وفي المارشيات الجديده، راك ما تبعش تلقى روحك في السوق. شكون مسؤول على ايصال المعلومات هذه والمحاذير هذه سي صالح؟ كلنا مسؤولين، كلنا. اولهم كونكت احنا الاولين نتحملوا المسؤوليه، ولا لي ميديا، الاذاعات، ولا لي شيف دونتربريز والخدام، الناس كل مسؤوله. خاطر هو في الكونت هذايا راهو خدمه الناس كل. احنا كنا مؤسسه تعمل فورماسيون، هي باش تطور، باش تخدم بزايد خدامه، باش تحافظ على المواطن الشغل نتاع اللي فيها، وهي باش تنفع في البلاد. في الاخر الفلوس نتاعها معناتها المؤسسه باش تخلص الزامبول باش يرجع لنا بالفائده للكياسات، السبيطارات، المدارس الى اخره. اذا كان المؤسسات تفلس، اذا كان ما تنجحش، راهي هي خساره للبلاد كامله. دونك احنا اليوم نحبوا الناس كل تتضافر جهودها. احنا كل مره نشدوا قطع. اليوم شدنا الفورماسيون وحللنا لي ستركتور فورماسيون، الكابين فورماسيون والمؤسسات شنو ناقصين. غد الحب نشدوا قطاع اخر، كل مره نشدوا قطاع، ويلزم يتحسنوا. ما عادش فما المرشي ما يرحمش. راهو باش نولوا عندنا كونكورونس انترناسيونال، معناتها باش يجوك لبلادك هنا باش دونك يعطيك الصحه. دونك هني المؤسسه لازم تلقى راحه. هكا علاش احنا في كونكت شدنا عملنا البروجرام هذا، قدمنا تو عندنا عام ونص نخدموا فيه، اللي هو كونا دي كابين فورماسيون من 100 واحد. قلنا لهم تعالوا جو، كنا 12 لكن خير من بلاش. وال 12 هذول سو سون لي سول اكسبير في الجمهوريه التونسيه، الوحيدين في البريفي قصدي اللي هم تكونوا في الحكايه هذه. معناتها عندهم اون اتستاسيون من سي بي اللي هي سو سون دي ايزون تي فورمي في الديagnostic مع التشخيص، مع يجي المؤسسه
يحللها شنو هي المشاكل نتاعها، شنو النقص نتاعها، شنو الديفيرونس نتاعها بارابور للكونكورونس، هو لي بيلي معناتها نتاع الكونكورونس والواحد والفيزيون وين بالضبط. وعلى الضوء هذاك يعمل لها بروغرام دو فورماسيون اللي هو على مثلا 3 سنوات وكل عام يتجدد وكاك. وبعدك فما لا في الفورماسيون لاكسيون معناتها هي يستنفع بها، وبعدها هي فما ليفولوسيون. دونك هنا كنحب مؤسسه بالحق تخرج من اللي فيه يا خويا. شوف انت شنو عندك كحقوق في الفورماسيون، استنفع بالاليات هذه، والنادي ان اكسبير ولا حتى السي اف سي بي تناديهم باش يعملوا لك الخدمه نتاعك، واستنفع بالفورماسيون نتاعك. هذا هو الميساج، فهمت؟ واضح. سي سامي، مسؤوليتكم كذلك انتم التحسيس. شيء طبيعي، شيء طبيعي. هو الحقيقة سي محمود إذا كان نحددوا المسؤوليات دونك هي مسؤولية مشتركة تاع مختلف المتدخلين في مجال التكوين المستمر. نحن كإدارة معناتها نحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل معناتها باش نعملوا دي جورني دو سونسيبيليزاسيون، وعملنا في السابق، وكان دايور عملنا فما فترة عملنا سكون ابل لو جودي فورماسيون معناتها خميس التكوين، ان جودي في شاك موا نشدوا موديول بيان ديترميني. دونك زاد فما مشكل زاد في القبول، فما مشكل في لي زونتربريز موش ديما ديسپونيبل انسو دو سويت، فما مشكل زاد تاع باز دوني باش نولوا واضحين. فما مشكل، هذا مشكل في الادارات الكل راهو. يعني باش نقول لك بكل صراحه ما لقيناش التو باز دوني تاع المؤسسات الموجوده في جابس دو تال فاسون ما تعطينا عناوين صحيحه، تعطينا انسو دو سويت. دونك هي اجتهادات ديما شخصيه معناتها، ونخدموا زاد خدمه ميدانيه دو بورت ا بورت، نمشوا للمؤسسات كسوا بموعد ولا حتى ساعات بدون موعد. الحقيقه طبلوا الباب وندخلوا، السلام عليكم انا جينا باش نحكوا لك على التكوين. الاشكال كون التكوين بصفه عامه هو مجال مرتبط اساسا بالليتا ديسبريم تاع العباد واللي ديريجون. دونك انت وقت اللي تمشي باش تحسس مؤسسه وكانك تغير في عقليه نتاع عباد، وهذا ماهوش سهل الحقيقه، يلزم برشا وقت. فهمتني كيما حكينا بكري في الكوليس، il se peut les responsables d'entreprise يحب يشوف لو روتور سير انفستيسمون، يقول لك انا باش نصرف فلوس نحب نشوف شنية باش تجيب لي الفلوس هذه. هذا زاد فما مشكل معناتها لو روتور سير انفستيسمون نجموا نحسبوه في حاجات كيما حكينا بكري في الكوليس، في حاجات اخرى il se peut ديفيسيل شويه صحيح، ومش كان في تونس راهو حتى في اوروبا. هذا معناتها كل واحد تاع الروتور سير انفستيسمون في الدومين تاع الفورماسيون كونتوني ماهوش حاجه الحقيقه سهله سود سويت. احنا كاداره نحاولوا نطوروا في رواحنا، كل مرة نطوروا ونبسطوا الإجراءات، نشجعوا المؤسسات أكثر أنها تنخرط في المنظومة هذه أترافير معناتها التبسيط نتاع الإجراءات. مشينا فيه خطوات كبيرة. توا سي محمود وصلنا للتريتمون تاع البيلون بيداغوجيكي فينونسي اون ليني معناتها سي ديجيتال، معناتها حاجة جديدة على الآخر. معناتها ما عادش فما بابراس وراق سويت، معناها لونتربريز تعمل تكوين كما تحب هي وتصب البيلون تاعها اون ليني في بلاصتها، وعندها شكون يجاوب فيها سانكرون تاع طون ريال معناتها. فهمت الديسيزيون لو جور انها تعمل كلوتور تاع البيلون تاعها من غدوه تاخذها. دونك مشينا اشواط كبيره في التبسيط نتاع الاجراءات باش نسهلوا اكثر ما يمكن على المؤسسات. الدروا تيراج انديفيدويال مشينا فيه برشا، بسطنا فيه برشا حاجات. الكوليكتيف بسطنا فيه برشا حاجات. معناها الحقيقه كاداره مانيش باش نطيح في البياج بتاع اني نشكر روحي ونشكر ادارتي، لا نحكوا في الواقع. عملنا مجهودات كبيره دون سو سونس باش نبسطوا لو ماكسيموم بوسيبل، باش نشجعوا المؤسسات انها تنخرط، واحنا على ذمتهم في اي وقت ومرحبا بهم. واضح. احنا حكينا على الشركات المعنيه بامتياز التكوين، شنو هي ربما الشروط ولا مقاييس التمويل؟ هو الحقيقه تفاصيل كبيره في مقاييس التمويل سيد سويت، نحاولوا كما شفت كما نحاولوا كما انت في بالي حضرت معنا امس وشفت تفاصيل كبيره شويه. الحاجه اللي نجم نقولها لك معناتها باش ما ناخذش برشا حيز من الوقت سيد سويت، كونه معناتها المشرع فكر في الانماط بتاع التمويل الكل. معناتها باش نعطيك جوست معلومه سي محمود، تصور انت الكريدي دامبو يمول السالير بتاع الريسبونسابل فورماسيون، يمول حتى السالير بتاع الريسبونسابل فورماسيون باش نشجعوا المؤسسات انها تنتدب مسؤوليه تكوين، خاطر هذا زاد مشكل موجود عند المؤسسه. بكري كان يحكي سي صادق على الزوز انواع بتاع المؤسسات الموجودين في جابس، انا نقول لك المؤسسات اللي عندها ريسبونسابل فورماسيون هذيك تلقى اكثر حظوه، عاطيه اكثر اهتمام واكثر حظوه بالتكوين. دونك سامحني ان صح التعبير، فاقد شيء لا يعطيه. اذا كان نلقوا مؤسسه ماهيش منظمه وماهيش مهيكله وما عندهاش مسؤول على التكوين، وراو كي نقولوا مسؤول على التكوين هذيك الخدمه نتاعها، هو مسؤول على التكوين كامل الوقت. معناها مش كونتابل يخدم في الفورماسيون ولا فينونسي يخدم في الفورماسيون، ريسبونسابل فورماسيون. المؤسسات اللي تم بالتكوين واللي عندها ان سيرفيس فورماسيون ان ريسبونسابل فورماسيون
هي الحقيقة المؤسسات اللي قاعدة تتماشى في مع ايش موجود في السوق نتاع المارشي دو لا فورماسيون كونتوني. المؤسسات الأخرى نحاولوا كيفاش نصلحوا، نحاولوا كيفاش نحسوهم أكثر انسي دو سويت. قلت لك معناتها لو سالير دو ريسبونسابل فورماسيون يتمول في حدود 3 مرات، كل مؤسسة عندها الحق في حدود 3 مرات. هذا هو الأنماط بتاعت التكوين كلها تتمول كسوا اون انتر بمختلف الانماط نتاعهم، كاركتير دو سونسيبيليزاسيون، كاركتير تيوريك، كاركتير براتيك، الانترال التكوين داخل المؤسسه، لي سونتر انتجري، التكوين عن بعد يتمول، الدراسه من اجل الترقيه المهنيه تتمول، التكوين بالخارج يتمول، ما معناها الانماط الكل تتمول. ما فماش حاجه عندها علاقه بالتكوين. الدراسات والاستشارات سي محمود، الدياغنوستيك اللي كان يحكي عليه يتمول في حدود 150% من السميك لكل يوم خبير. انا اتصور 150% من السميك على النهار بالنسبه للدياغنوستيك، ونجموا نوصلوا حتى ل 30 جور 30 جور. دونك معناها المؤسسات كانت تجيب الخبراء يا خويا وتخدم وتعمل تشخيص وتعمل تكوين تاعها. يعني بالنسبه للاليات بتاع التمويل ما نتصورش كان فما ديتاي يهم التكوين المستمر ما يتمولش. الحاجه الوحيده يمكن اللي تبدلت بارابور للديكري جديد اللي هو بتاع 2019، هذا الديكري 228 بتاع مارس 2019، كونه في بالي تنحى منها تعليم الكبار حقيقه معناها، وتعليم الكبار خاطر فما ديزاستونس اخرين لاهين بيا باش نولوا هذا هو. واضح. على كل حال هذه حاولنا نبسطوا ربما وديما في إطار المصلحة للمؤسسات متاعنا، وأن يكون نسيج في الحقيقة قابل للتطور، وخاصة التأقلم مع المتغيرات اللي قالنا صادق تقريبا يوميا. تو ما عادش عندنا الحق باش نقولوا احنا هذاك في العالم، لأن العالم كله مفتوح على بعضها. بعد الأذان أكيد باش نواصلوا مع الموضوع صادق، وخاصة المؤسسات اللي عندها استعداد ربما ولا تغيرت ولا قابلة أن تغير في طريقة ربما التعامل مع المفاهيم الجديدة. بعد الأذان مستمعينا الكرام نرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة جابس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي. مرحبا بكم من جديد، ما زلنا متواصلين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد المغفرة والثواب. رحبوا من جديد بضيوفنا السامي الخلفلي، رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر ومدير معهد الترقية العليا للشغل بجابس. مرحبا بك سي سامي. الشكر أيضا من جديد لسي صادق ثابت، رئيس كوناكت جابس. مرحبا بك سي صادق. كما قلنا حكينا على المؤسسات وربما مقاييس التمويل، وربما عملنا حتى تشخيص المؤسسات اللي ربما تستنفع ولا تنخرط في التكوين واثار متاع على المؤسسه، وكذلك المؤسسات الصغيره ربما ما عندهاش امكانيات ويلزمها تنخرط في الهياكل الموجوده. نحكوا على الثقافه هذه الصادق، ثم مؤسسات قابله ان تنخرط في التكوين هذا اللي كما قلنا راهو ضروري، تو ما عادش اختياري المؤسسات. هي المؤسسات اللي هي عندها فكره رياده الاعمال معناتها الانتربرونيا. الاشكاليه في جابس وفي مش كان جابس، في برشا ولايات اخرين، ان العقليه نتاعنا نتاع البزنس مش فاهمين الخدمه. يسخال ان برشا الناس سخال البزنس انه هو يشتري ويبيع ولا ينتج يبيع. هو شفت الطبيب مثلا، واحد باش يتعلم الطب يقرا الطب وبعد كده يتمارس عند الطبيب وبعد كده باش يتخرج، وكيف برشا مهن. احنا كي تجي واحد باش يعمل بروجي، اول حاجه يعملها شنو؟ يمشي يعمل كريدي ويدخل ديريكتومون في الخدمه. العقليه كيفاش لا جيستيون دي كومبيتونس، معناتها كيفاش راني نعمل نجاري ليكيب نتاعي، وليكيب راه مش كان الخدامه اللي عندي، راه ينجم يكون حتى الفورنيسور والكليون، كيفاش نحكي معاك، كيفاش نتعامل معاك، هذيك لازم نعرفها. دونك هذيك العقليه هذيك ما عنديش. كيفاش عندي جوست سافوار فير تكنيك، حاجه تقنيه، نعرف يعني نعرف نصلح، نعرف ننتج، نعرف نبيع ونشري، هذاك هو، ونجي نحل مؤسسه. والعقليه نتاعنا لونتربرونور ما عنديش. بعديك تجي السيد هذا يحل مؤسسه، وبعد فتره يلقى روح في دي ديفيكولتي، في مشاكل نتاع شيكات، نتاع خدامه، نتاع ديزامبيي، نتاع اللي هو يدخل فيك المربع الاحمر نسموه احنا، نتاع الجزء نتاع كل يوم، الستريس نتاع كل يوم. وكيف تلقى مثلا في السونتر دو فورماسيون، كيف سونتر فورماسيون سي ان موديل دو بزنس موديل معناتها نوع نتاع خدمه. يجي يعمل كورس شروط يمشي يحل كابينه فورماسيون، ما هوش فاهم بقيه الاليات اللي تنجم تعاونه في الفورماسيون هذه، في الفورماسيون هذه. يعني هو يسخال كي يجيب ان جروب نتاع تلامذه ويجيبوا استاذ يحط مع بعضهم يولوا متى هاونا يصور فلوس. دونك عندنا انسان كابينه سونتر دو فورماسيون فما دي كومبيتونس ناقصت له، وعندنا ان شيف دونتربريز دي كومبيتونس ناقصينه. وساعات للاسف يتلاقى هذا وهذا مع بعضهم ويحبوا يعملوا انفورماسيون. التجربه للاسف تكون مريره، وبالطبيعه يتلي على الشيف دونتربريز هذاك ولا السونتر هذاك، وما عادش تتجدد الحكايه هذه. دونك علاش احنا جينا بالنسبه لنا خذانا السيكتور، احنا كان كل مره ناخذوا ان ميتي ونليكلات ونحللوه ونشوفوا كيفاش لازم يتطور. خذانا مثلا لي سونتر دو فورماسيون، قلنا هاش يلزموا انفورماسيون. شدانا في كونيكت 12 سونتر دو فورماسيون، وفما امراه تحيه لها مدام زينب من تطاوين، تجي كل يوم متى تجي كل موديول، خاطر بار موديول، كل موديول تجي وتحضر في جابس، وتكون متى الناس هذو تكونت في الاكسبرتيز كيفاش يعمل ديagnostic وكيفاش يعمل ان بلان دو فورماسيون وبعديك ليفالواسيون الى اخره. دونك القبال نتاع المؤسسه تو حاليا شنو العقليه؟ عقليه انه هو الفورماسيون حكايه فارغه، خسرت فلوس الى اخره. دونك العقليه موجوده سيده، لكن مش معناتها كلهم. ثم بعض المؤسسات بالعكس يعملوا الفورماسيون وتلقاهم هم مواظبين على الفورماسيون، كل عام يعمل فورماسيون ويشجع الخدمه نتاعه باش يعمل فورماسيون، يقول انا نحبك تحسن في كذا كذا. خاطر هو اليوم لومبلويي الخدام كي تعطيه انت وتي جديد في الانفورماتيك اللي هو يربحني 10 سوايع في الجمعه مثلا، مكسب لشكون؟ مكسب المؤسسه. انا كي نجي مثلا الخدام نعطيه اوبورتونيتي باش يولي يخدم مرتاح خير، يولي هو كي يروح يولد داره يروح متى الاز مع عائلته، يجيني ولد الحي هو الاز، مش يروح ستريسي وخدمه يكملها في الدار وباتيك يجي هو على اعصابه الى اخره. في الكونفينمون شنو صار؟ تسكرت مؤسسات قربت شهرين. شنو صار؟ الناس ما تعرفش تستعمل الانفورماتيك، مؤسسات وقفت، فما مؤسسات فلست، فما مؤسسات كلت لاصا. علاش؟ خاطر ما اوني جاهزين، ما كناش جاهزين. دونك كان يجوا هم يعملوا ان بلان تاع فورماسيون هذه، ولي ريسك حتى ولو كانوا بعيد. شكون قال مثلا في 2019 باش يصير كوفيد؟ حتى حد ما قال. اما كي نقرا حساب يعني لونتربرونور، اي خاطر لونتربرونور لازم يكون عنده فيزيون، يكون عنده رؤيه، يكون عنده، هذا هو البزنس مان. معناتها البزنس مان هو حتى هو واحد بركه في مؤسسه نتاعه راهو يلزم يقرا حساب مؤسسه نتاعه بعد 6 شهور، بعد 5 سنين، شنو باش يطرى له بالضبط. احنا العقليه هذه مازالت في كبس ما عندناش. هكذاش الاقبال على الفورماسيون، فما بعض المؤسسات عندهم اقبال، بعض يتعدوا على اصابع
حكايه فرق. وفما مؤسسات اخرين مازالوا ما فاقوش، وانا مثلا اللي مخوفني خايف عليهم اللي باش يصير من بعد، لان هو راهو المرش ما يرحمش. راهو اليوم متى كان ما فاقش الراحه وما عملش الميزه نيفو الراحه واللي كومبيتونس نتاع الخدمه نتاعها، راهو في الاخر المؤسسه باش تبرك، فهمت؟ وهذا اللي خوف. احنا هاك شوف، احنا 18000 مؤسسه ومحسوب علينا احنا الزون اندستريال اللي هي فيها 4-5 مؤسسات اللي هازين البي بي نتاع جابس. طبعا احنا ديما جابس على اساس هي جابس لاباس عليهم. سامحني سي محمود، سامحني سي سامي، مش صحيح. جابس مش لاباس عليها. عندنا 4-5 مؤسسات اللي هي في الزون الاندستريال هزين البي بي نتاعنا، الباقي كلها مؤسسات صغرى. كما قال سي سامي بكري، عندنا 2% هم يخدموا اقل من 10 من الناس. دوك لي بيتي نتاعنا هذول مش حاضرين، والاشكاليه لا هم حاضرين ولا العقليه نتاعهم حاضره. دوك مع الموجات هذه اللي جايه هذه معناتها فريمون فما خوف عليهم. انا خوف عليهم اللي هم يندثروا، اللي هم يدخلوا في مشاكل معناتها نتاع شيكات، نتاع قضاء، نتاع خدامه يطردوا الخدامه. احنا ماذا بينا لا كل مؤسسه تزيد خدامه مش تطرد. دوك هذه هي الوضعيه نتاعنا، فهمت؟ ما نحبش نخوف ياسر الناس، لكن ماذا بيا بالحق اصحاب مؤسسات والناس اللي سمعنا تو اللي يعرف حد صاحب مؤسسه يقول لي خويا راه في قراحك، راه تنجم تعمل ميزه نيفو، تنجم تتطور باش تحافظ على المؤسسه نتاعك وتتطور. احنا نعمل في كونيكت، نعمل في دي فورماسيون غراتويت في كونيكت، يجيو العباد نعلموهم كيفاش يعمل جيستيون. مريفات سي ايمن يحمد جا هو صديق البرنامج هذا، ومع سي منصف تحيه لي زاد سي منصف عيساوي ان شاء الله ربي يشفيه ويلطف فيه. دونك معناتها سي ايمن يحمد عمل سي ان اكسبير كونتابل، عمل دي فورماسيون على جيستيون دي بون بارتيك دو جيستيون لي زاديرون تاعنا. دونك شدنا لا جيستيون لا فيسكاليتي اي لا كونتابيليتي. دونك نجو بالكلام بالدارجه بالعربي، فهمت؟ بالبسيط. ها واش لازم تعمل؟ مش حاجه كبيره، دي بتي تابلو في الاكسل، ما عندكش بروغرام دو جيستيون، ها دي بتي بروغرام في الاكسل، ها كيفاش تعمل باش تشد انت حسابك باش ما تدخلش في حكايه هذه. بعدين لازم يكون عندك فيزيون، رؤيه. اي انت اليوم تخدم وتبيع وشنو من بعد دار فايده تحل مؤسسه وتسكر، وهذاك هو اللي ما كان 8 سوايع. سامحني سي محمود، ماناش موظفين احنا لي زونتربرونور، احنا الناس راه لازم نعملوا فالور اجوتي، نعملوا انتاجيه، لازم نطوروا المؤسسات نتاعنا ونطوروا البلاد نتاعنا. واضح. سي سامي، خلينا نحكوا ثم دات مهمه جدا احنا نحبوا معناها حتى المؤسسات ما زالت ربما ما زال عندها الوقت. نهار 28 فيفري اخر اجل الانخراط. بالطبيعه. بارك الله فيك سي محمود، سؤال مهم الحقيقه، وفرصه للمؤسسات باش تقوم بعمليه الانخراط اذا كان ما زلت ما عملتهاش. دونك المؤسسات اللي تفوت التي اف بي دو نتاعها اكثر من 1000 دينار في عنوان السنه السابقه تنجم تنخرط فيها اللي تسبق على الاداء. اجل الانخراط هي بارتير دو لا ديكلاراسيون دو موا دو جانفي اللي هي تصير بلوتار لو 28 فيفري. دونك قبل 28 فيفري يلزمهم يقوموا بعمليه الانخراط نتاعهم بطريقه صحيحه بالطبيعه باش تتقبل عند المصالح الماليه، ومن بعد يجي الانترفونسيون تاعنا معهم. دونك الحلقه الاولى هي الحلقه اللي عند الماليه، الانخراط يصير عند الماليه وبعد يجونا. دونك يجونا كيما حكينا بكري باش يعملوا فورماسيون كيما يحبوا. اللوتي هذا فيه لوتونومي جيستيون، تتصرف كيما تحب لونتربريز في مساله التكوين سو سويت، ومن بعد تصب البيلون تاعها بيداغوجيكي فينونسي اون ليني، نعطوها ديسيزيون باش تسوي بها الوضعيه نتاعها عند المصالح الماليه. هذا هو جوست تفاعل صغير مع سي صادق على مساله بكري. جبد مثال تاع الكونفينمون، يعني نمشي معكم اكثر من هيك. نشوفوا بار اكزومبل اللي صار في التعليم العالي في الكونفينمون على مساله التكوين عن بعد مثلا. احنا في السي ان اف سي بي بي نخدموا في فورماسيون ديستونس دوبي 2003. ما لقيتوش اشكال معناها، ما لقيناش اشكال، شيء طبيعي. نتخيلوا اذا كان استبقت وزاره التعليم العالي ولا المؤسسات التربويه استبقت الاحداث هذه وخبدت باللوتي نتاع الفورماسيون ديستونس، ما كانش يصير الاشكال اللي صار عند الطلبه في التسويق. هذا جوست قوس وكهو. واضح. بالنسبه للناس اللي تتحصل على التسبقه هذه ولا التمويل وفي العام هذاك ما قامش بالتكوين سيستم، شنو هي الوضعيه نتاعها؟ اللي بالطبيعه اللي ياخذ تسبقه وما يعملش التكوين مطالب باش يرجع التسبقه اللي خذاها اضافه الى خطايا التاخير، هذا شيء طبيعي. وكذلك زاد اللي يقوم بتسويه الملف نتاعها في خارج الاجال، خاطر كما تعرفوا لا كلوتور دو بيلون بيداغوجيك فينونسي ça ne doit pas dépasser les 60 jours من la date de la dernière action de formation. معناها من تاريخ انتهاء آخر عملية تكوينية المؤسسة عندها 60 يوم باش تصب البيلون تاعها. ما عندهاش الحق بالطبيعة خاطر مربوطة بأجال سود سويت. هذا مهم. مش عارف كان عندنا إضافة في التكوين. خلينا نمشوا ناخذ زادة اللي أنا يبدو أن
فما فيهاش مشاكل كبيره بالنسبه للترقيه المهنيه، بل ان في جابس معناها في مرتبه مهمه جدا. سي سامي صادق، عندك اضافه بالنسبه للمؤسسات ولا نزيدوا ديما في اطار التوعيه والتحسيس ان تنخرط المؤسسات راهو ديما من باب المصلحه لها هي؟ اكيد هو تو اليوم كما حكينا راهو لو شونجمون موجود وفما ريزيستونس على الشونجمون. اش معناها ديما راه في كل تغيير ثم ما يضد التغيير. يعني ماذا بيا الناس في ليزابيتود نتاع زون دو كونفور يسموها هذيا، خاصه في الكوتشينغ نحكوا على ياسر، يبدا هو مرتاح يعني كذا ماذا بيا نبقى في بلاصتي. صاحب المؤسسه يلزم بالعكس يلزم ديما هو يدفع المؤسسه نتاعها باش تخرج من زون دو كونفور هذيك وتتغير. ساعات راهو الزون دو كونفور هذه راهو هو يبدا صاحب المؤسسه هو فاهم ما يحبش يغير، وساعات الخدامه نتاع ماذا بيهم هاك هاني موجود هنا ماني نخدموا هيك علاش نبدلوا علاش كذا، وساعات يبدا حتى اطراف خارجيه معناها اللي هما عندهم تاثير على المؤسسه. دونك سواء الاداره سواء لي كونتابل سواء لي بريستاتور دو سيرفيس وكذا. هو الحق الكونتابليه حتى حكينا مع سيمونس فامس كل شيء مستعدين ان يعاونوا في الحكايه هذه. فهمتني؟ تو صاحب المؤسسه هو لازم يعمل الخطوه الاولى، خطوه هو باش يغير. وراهو ماذا بينا راهو مؤسسه اليوم انت تخدم وحدك، ماذا بينا غدوه تدخل زوز ثلاثه من الناس، دخل زوز ثلاثه ماذا بينا العام الجاي تولي عندك 10 من الناس 20 واحد، وفين كنت انت تربح وهم يربحوا والدوله تربح. هذه العقليه خاصه انتم احنا كونكتي الكونفدراليه مؤسسات المواطنه التونسيه. دونك المواطنه هي هو الايكو سيستم كله معناتها انت عندك امباكت بوزيتيف عليك انت وعلى البيئه اللي انت فيها معناتها على الخدامه على السالاريه وعلى حقوق الانسان الى اخره. وزاد كيف على الطبيعه. علاش اليوم مثلا عندي برودكسيون هي تلوث شويه البيئه، علاش ما نبدلش السيستم دو برودكسيون تاعي؟ اي كيفاش نعمل تكوين فيها، نعمل فورماسيون فيها. راهو الاليات الموجوده راهو اللي يحكي لها سي سامي راهو نجم نعمل دي فورماسيون دي سيمينار فورماسيون ليترونجي نخلص بها خدام نتاعي ولا هو تلعب فورماسيون نخلصها على معناتها عندها سالير فيكس، نجم نعمل بها مش عارف يعني ديزيتود دياغنوستيك. راهو برشا حوايج هي فلوس معناتها انت تعطي فيها مثلا كل شهر باغ اكزومبل نعطي 1000 دينار للتي اف بي هذه، كل 1000 دينار هذيك 12 في 12 شهر 12000 دينار ماني باش نعمل بهم فورماسيون ونربحهم. وكما قلت انت علاش فما اجال ما يرجعش فلوس هذيك خاطر هي فلوس الدوله، كانت ما عملتش بها فورماسيون بالطبيعه لازم ترجعها بخطايا. واضح. الصدق فقط بالنسبه للزوبيراتير والناس اللي يقوموا بالتكوين هذانا الاختصاص المراقبه نتاعهم، حتى زاد باش نكون المؤسسات ساعات ربما معناها هو اللي يختار الاوبيراتير اللي يحب يتعامل معه. هو اكيد تو احنا بالنسبه لنا في كونكت عملنا فورماسيون تاع 12 من جابس ومراه من تطاوين. هذول اللي هما يسون فورمي بار لا سي ام سي بي في الوسيله معناتها الوحيده في جمهوريه الاكسيون الوحيده في جمهوريه التونسيه اللي تعملت. كما قلت لك عملنا تحليل جبل النخيل نتاع الاداره العامه نتاع سي ام سي بي مشكورين خاطر تعاونوا معنا مليح. جبناهم عملنا تشخيص دونك هم الوحيدين اللي هم يعرفوا لو ميتي هذا. فما يمكن ناس اخرين تعرفها بالتجربه يمكن، فما يمكن ناس اخرين في الاداره يمكن، اما بالنسبه لينا كبريفي اللي على الحد العلمي هذا هم الوحيدين اللي هم عملوا التكوين هذا. دونك بالنسبه للمؤسسه تحب تعمل معناتها فورماسيون على قاعده مع الناس هذول يتصلوا بالاداره نتاعنا في كونكت نعطيهم قائمه في الاسماء هذول. احنا ما نفرقوش هذا لهذا، هذا كل سون ديزاديرون عندنا ما نفرقوش عندهم، يختاروا اي واحد فيهم ووقتها يسورا اونترو دو بون ما. وبالطبيعه احنا ديما هنا موجودين، احنا كهيكل معناتها ككونكت احنا رانا ديما مع المؤسسه باش تنهض وباش تخرج من اللي هي فيه. واضح. مهم ياسر كلام تقول فيه سي صادق. خلينا نمشوا المفهوم آخر ولا الترقية المهنية اللي هي أكثر حاجة معروفة بالنسبة لمراكز التكوين المستمر. سي سامي كانت تعطينا بسطة ومعناها تقريب الأرقام ربما الموجودين في الوحدة الجهوية التكوين المستمر بجابس. دونك هو الحقيقة موجودين في معهد الترقية الأولى للشغل تحديدا. معهد الترقية العليا للشغل بجابس كما قلنا هو معهد من ضمن 7 معاهد موجودين في الجمهورية التونسية. تاريخ البعث نتاع سيتي عام 81. كان تلاحظوا حاجة معهد الترقية العليا للشغل سابق المركز الوطني للتكوين المستمر اللي هو الكرياسيون تاع 93. دونك المهام تاعنا برينسيبالمون كما قلنا بكري هو تنظيم دورات تكوينية لفئة الشغالين مفضية إلى شهادات بنمط التكوين عن بعد أو عبر الدروس المسائية في إطار اتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي ولا مراكز تكوين مهني. توا الحقيقة عندنا يمكن 5 اتفاقيات معناتها مفعلة قاعدة تخدم اكتويلمون. عندنا اتفاقية مع المعهد العالي للدراسات القانونية بجابس، عندنا اتفاقية مع المعهد العالي لعلوم وتقنية المياه، عندنا اتفاقية كذلك مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجابس، عندنا اتفاقية مع مركز التكوين المهني في التكوين بالصيانة بجابس،
عندنا اتفاقية كذلك مع مركز التكوين في البناء والتنقيب بجابس. وصلنا تو عدد جملي متاع متكونين عندنا 494 اليوم، فما 494 شغال من ولاية جابس إن صح التعبير يتلقى في تكوين عبر الآليات هذه. كما حكيت لكم بكري التكوين عن بعد الحقيقة مش جديد علينا، في سي نفس بي بديناه دوبوي 2003، يمكن بديناه في عام واحد مع الجامعة الافتراضية. التكوين عن بعد زاد عملناها على خاطر يسمح للناس اللي بعد باش تقرأ، خاطر هو فيه ابروش بتاع سوتو ابروش ميكست نسموها لو بلندد تريننج. دونك فيها بارتي حضوري وبارتي كبيره على ديستانس. تو سكي بريزونسيال بوسك الناس تخدم البوبولاسيون تاعنا هم الشغالين، دونك يصير ديما سبت وحد اللي ويكاند سو دو سويت. الابعاد زاد كذلك من بلايص اخرى، بلايص مجاوره ولا ولايات اخرى يجوا يقروا عندنا، ما فما حتى اشكال بحكم ما فماش تنقل انسي دو سويت. اترافير معناتها اون بلاتفورم سيت اون بلاتفورم انترناسيونال معناها نخدموا بها اللي هي بلاتفورم مودل. بالمناسبة هذه نشكر كافة المؤسسات اللي ذكرتهم تويكا تعاونوا معنا. نتصور طورناه النشاط ومازال قابل أن يتطور أكثر. معناتها الحقيقة عدد محترم جدا بارابور للسيتياسيون اللي كنا فيها، بارابور الآليات اللي كنا نخدموا بها قبل. دونك عندنا 494 متكون. هذا هو جوست كلمة أخيرة معناها مازال عندنا نتكلم فقط بالنسبة للشروط الترقية المهنية مفتوحة للناس كل عندها فرصة باش عندنا بالطبيعة. هو الحقيقة كما قلنا من بكري هي الشروط الالتحاقية المعمول بها في الدروس النهارية العادية. معناها كي نقولوا تعليم عالي نقولوا يلزم يكون عنده شهادة البكالوريا في مستوى الإجازة، في الماجستير يلزم يكون عنده إجازة أو أستاذية. في التكوين المهني كيف ياخذ على نفس الشروط المعمول بها. عندنا بلاتفورم تاع برينسكريبسيون اون ليني، كان تحب نعطيكم اللين اللي هي www.eot.edonet.tl. هذه سيت اون بلاتفورم دو برينسكريبسيون بالنسبة للناس الكل، تنجم تدخلوا عليها تعملوا عليها طلة. فيها لي زوفر الكل موجودين في الجمهورية الكل، فيها لي زوفر موجودين في جابس الكل. الانتريسي يدخل يعمل الكونديداتور نتاعه، بعد وقت اللي اللوفر يبدا موجود نكلموه نسوي سويت ويدخل يقرا على روحه. معناها ما فماش شروط كبيره بارابور المعمول به في الدروس النهاريه العاديه. واضح. هذا هو. واضح. حبيت اضافه قلت سي سامي اضافه كلمه صغيره نتوجه بنداء للمؤسسات باش تنخرط اكثر في منظومه التكوين المستمر. نقول في جمله واحده اللي التكوين المستمر هو فرصه باش نبدلوا بها الخطوه بتاع المؤسسه. خاطر كما تعرفوا المؤسسه ماهيش عايشه وحدها، هي في موجوده في محيط كامل. عندها فما منافسه، فما سيدو سويت. دونك لا فورماسيون كونتينيو هي بيليي للسيرفيس ساعه بتاع المؤسسه والديفلوبمون بتاعها. معناتها هذا هو. بارك الله فيكم. ميرسي بوكو سي محمود. شكرا لكم، مرحبا بكم. وإحنا منفتحين وإحنا يهمنا لأن عايشين وانت حكيت المؤسسة منفتحة المحيط بتاعها، وإحنا منفتحين على كل المؤسسات في الحقيقة باش نكونوا، لأن نجاحهم هو نجاحنا ونجاحنا هو نجاحهم. سي صادق كلمة الختام. الموضوع هذا حبيت نقول لك كي نربي في صغاري في كل مرحلة نتاع عمر يا نقرا كتاب ولا نعمل فورماسيون. المؤسسة كيف في كل مرحلة عندها عمر معين، سواء يا تقرا كتاب يا تعمل فورماسيون كتاب تطور المؤسسة نتاعك. اليوم دونك نداء للمؤسسات، اليوم العالم قاعد يتغير، هات مع بعضنا نغيروا المستقبل نتاعنا. شعار معناها كافي ومساج ان شاء الله توصل مباشره للمؤسسات. شكرا لكم، نورتونا، بارك الله فيكم، وحصه كانت مهمه جدا. وان شاء الله في الحقيقه منفتحين على اي اقتراح كان يكون ناكت ولا السيسامي بالنسبه لما تقدموه كوحده جهويه لتكوين مستمر. معناها حتى نزيدوا نقربوا المفاهيم هذه ونزيدوا ربما نحسسوا المؤسسات. سامي الخلفلي رئيس الوحده الجهويه لتكوين مستمر ومدير معهد الترقيه العليا للشغل بجابس، شكرا لكم، بارك الله فيك للحضور. بارك الله فيك سي محمود. شرف لي دعوتكم ويشرفني التعامل معكم أكثر من هيك. بارك الله فيك. سي صادق ثابت رئيس كونكت جابس، وكذلك كما قلنا صديقنا في الحقيقة ومتعاون، ونشكره بالمناسبة هذه. شكرا لك سي صادق. شكرا سي محمود، وشكرا لهيليس فام والكافة المستمعين اليوم سمعونا وقعدوا معنا. شكرا لك. الشكر موصول زميلتي الدنيا بشريكة في الإخراج. تحيات محمود دغباجي. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي. Nouvelle ouverture à Gabès. Castello Home, la nouvelle enseigne de décoration maison تفتح في showroom في Gabès. Avenue Bachir El Jaziri. نهار الخميس